السلام عليكم. العياشة اللي احتفلتوا بالقفطان البارح والزغاريت والبوليتيك بيتوني بلا طونسيون، كبيرة في 18 والصغيرة في 7. تانوض الصباح قالوا لي جماعة يا ودي القفطان الأصل جزائري وسجلنا هادي شحال وما راهم يحتفلوا بالخياطة. عمر لي اليبرة سعدي بولدي الله يرضى عليك. الشوفار عندي شوية ناقصة وما جبتش معايا نضادر، ولا عيط لي هذاك بالليقو عيني شوية خارجين. الاحتفال بالقفطان هذا كما الاحتفال بيوم 31 اكتوبر، العيد الوهمي اللي داره لك هوبل السادس. مانيش عارف العام الجاي لا تحتفل به ولا غير هذا العام هذا. والامر اللي لفت الانتباه تاعي هو انه الاحتفال بالقفطان والضجه اللي داروها ابواق المخزن تزامن مع سقوط البنايات في فاس. بالمناسبه تعازينا العائلة الضحايا، لربما الناس لا حول ولا قوه لهم الا بالله. والحاجه اللي لفتت الانتباه تاعي هو الدكاتره والمحللين نتاع المروك ما تطرقوش للاسباب اللي خلات هاد البنايات تطيح، واختصروها في طيحي طاحت. الشيء اللي كانوا ينسيستيو عليه هو رخصة البناء، المهندس، عدم توفر شروط الأمان، البناء العشوائي، المغرب ديال بكري مشي المغرب ديال اليوم. يعني راهم يمدوا لك رسائل ووجد نفسك للمستقبل، هادو مبررات داروهم لك. يعني الناس اللي غادي يهدموا لها البنايات نتاعها من بعد هادو هما الأسباب. ما عندكش رخصة البناء، ما توفر شروط الأمان، المغرب ديال بكري مشي المغرب ديال اليوم. وحقيقة المغرب ديال اليوم عندهم واليه، يعني بيتجنبوا الشبهات. هذيك الهضره تاع راهم يهدموا لك البنايات باش يمدوها مارسيلو